ماتش زي الزفت. الاهلي ما لعبش، الاهلي ما جاش، لعبت الاهلي برضه ما جاتش الماتش. كولر انت اخرج معانا كده، كولر انت خد شنطه السفر واطلع على سويسرا ما تجيش تاني، مش عايزين نشوف وشك في النادي. اللعيبه محتاجه روح من جديد. الروح مفيش روح موجوده اصلا. فين لعيبه الاهلي؟ فين الروح؟ فين العزيمه؟ مفيش الكلام ده كله. اللعيبه ما ادتش اداء كويس. مفيش حد جه الماتش. المفروض يعني لعيب مطرود منهم، المفروض ان انت تكسب، المفروض اصلا اقل حاجه تبقى زنقه في نص الملعب، اقل حاجه تجيب جون اتنين، اقل حاجه حتى يكون فيها هجمات خطيره. احنا ما شفناش الاهلي جه. دي بيراميدز كانت بتلعب عليك كمان ومطرود منها لاعب. هنقول يلا قدر الله ما شاء فعلا ونتكلم على التقييمات شويه. عندك كابتن محمد الشناوي تقييم 7/10، اشرف داري 7/10، رامي ربيعه 6/10. تاني كريم الدبيس ما لحقش يلعب، ويحيى عطية الله برضه ما لحقش يلعب بلا تقييم الاثنين. محمد هاني ياخد تقييم 6.5/10. نص الملعب مروان عطية 7.5/10. إمام عاشور 8/10. عندك أحمد رضا نزل تبديل ياخد 8.5/10 عشان الجون اللي جابه. والهجوم عندك أشرف بن شرقي 7.5. مين تاني؟ حسين الشحات 0/10. حسين انت ما جيتش الماتش اصلا. وسام ابو علي مفيش فرص جات له غير كورتين وكوره جت في العارضه، فاعتقد ان هو ممكن نديله 6.5/10. التبديل نزل تبديل جراديشار 3.5/10. طاهر اللي نزل مكان بن شرقي ياخد برضه 3.5/10. محمد عبد الله نزل مكان الشحات 4.5. خلاص الدوري كده ضاع، مفيش امل ان انت ترجع تنافس الدوري ولا تاخد الدوري ولا الكلام ده كله. الدوري راح خلاص. الحل الوحيد الوقت ان يتم اقاله القرار ونجيب مدير فني جديد عشان يرجع الروح للعيبه. اللعيبه فاقده الشغف، فاقده الروح، مفيش جرينت على الكوره والكلام ده كله مفيش.